طورت شركة سورية في مدينة اسطنبول التركية ماكينة لبيع المياه الصالحة للشرب شبيهة بماكينات سحب النقود وتعمل بمجهودها من دون الحاجة لموظف يديرها. اختراع سوري قد يسهل على السوريين والأتراك على حد سواء مسؤولية جلب مياه الشرب النظيفة التي قد تكون مع إضافات صحية كفيتامين سي وغيره. محمود بوشي من حلب سوريا. الشركة بتقدم خدمات فلاتر مياه الشرب، عندها عدة علامات تجارية: باندا والهوزورسو والسمارت والسويتوتار. نظام عمل الشركة بنقدم خدمات للأجهزة المنزلية، صيانة وتركيب، طبعا كل الأجهزة صناعتنا وعلاماتنا التجارية. فكرة الهوزورسو آتمة هي فكرة للتسهيل على الناس، خلينا نقول تضخم الوضع الاقتصادي. يعني دبجان المياه بدور من المصنع للتخزين، لا في هذه الفترة الزمنية هم بيكون كسب وقت، يصير تفاعلات بين الضوء والبلاستيك. انت بتاخذ المياه من هون طازه مباشره، هم سعرها بسيط، من ايد لايد كله هذا مربح عم بيكون. يعني ذاتها هي الدبجانات مياه فلاتر، يعني احنا حتى بنجهز مصانع، فنفس مبدا الدبجان انت عم تاخذه، لكن عم تاخذه تازه بدون ما ينحط عليه تكلفه ونقل من ايد لايد. وانت بتجيب الدبجان من عندك بتحطه على الماكينه وبتاخذ منه مي تازه مباشره. أنا تركي بس أحكي عربي. الخدمة هاي جت كثير ممنونين منها، الخدمة ده حق أهل الحارة واللي بأطراف جاي يعبون منها. أول شيء خدمة رخيصة وخدمة دائما موجودة، ويعني ميتها كثير نظيفة، هم أرخص من الدمجانة ومتوفرة دائما. صعوبات اللي واجهتنا هي رقم واحد تقبل الفكرة. لما أنت بدها تطرحها وتحصل على موافقات، طبعا الجهاز حصل على كل التراخيص اللازمه والموافقات اللازمه من كل الجهات المعنيه بالموضوع. حاليا رواج الموضوع، او خلينا نقول هوزورسو آتمة كثير عليه اقبال، لكن الناس مستغربه. يعني كثير ناس وقت بتشوف الماكينه بتفكرها هي حصاله بنك آتمة عاديه، بعدين لما بتعرف دبجان. وحتى كثير ناس انا ايام بشوفهم على الكاميرا بالليل مو عارفين يستخدمه، يعني شيء جديد على الناس. فكره الماكينه كانت جدا مبسطه، موجود في عده دول حتى في سوريا، انه انت بتجيب الدبجان اللي عندك او عبوه، اي عبوه مياه، وبتاخذ من عنده مي. هي الفكره بهذا الشكل، خلينا نقول المبسط وربما يكون عشوائي، انه تعملها انت بتركيا ما راح حدا يتقبلها نهائيا، انه يجيب من عندك، يجيب من عنده هو عبوه وانت تعبي له مي، ولو مياه شافها قدامه عم تتفلتر من جهاز فلتره، بغض النظر عن نظامه ما راح يتقبلها. لازم تعمل شوي هيك شيء فيه تكنولوجيا، فيه لمسه حلوه تخلي الناس تتقبل الفكره. وهم الفكره انه ما تحط عليها تكلفه، مجرد ما تحط انت عامل يشتغل هذا الموضوع ففي تكلفه دي يصير. وخدمه انه يكون آتمة واقفه بالشارع 24 ساعه، هي فكره رح تريح الناس، انه انت مو ملتزم بوقت محدد تجي تشتري فيه. ما راح تطور هذا الحكي من فكره لجهاز جاهز، اكلت وقت كثير كبير، مراحل وجهد كثير كبير، ولحد الان ما انتهينا. يعني نحن هلا بصدد تطويرها، لانه تعطي مياه بارده، تعطي من الواحد لتر وما فوق. هلا حاليا انت بتاخذ منها 5 لتر و 19 لتر. نحن الفكره القادمه تصير تشتري باللتر الواحد. كل يوم انت عم بطلع عندك فكره، او حتى الزبون اللي عم يشتري من عندك بيطرح عليك فكره، ليش مو موجود فيها هي؟ يعني مثلا طورناها من انه تكون عمله معدنيه لانه يصير في كارت. بعدين في ناس طلبت انه يكون كارت اسطنبول ياخذ، مو كل الناس عندها كارت بنك. كمان هذا الشيء فعلناه. كان قبل ما عندنا الاغطيه، بعدين وفرنا الغطاء. هلا اليوم انطلب منا يكون في حماله للبيدون حتى يحسن يشيلها بكل بساطه، كمان هي رح نوفرها للزبون. يعني كل ما بنطلب منا شيء لتطوير هذا العمل رح نعمله ان شاء الله.